لمسة ذهبية. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم كالعادة جيتكم بوصفة جديدة، وصفة الليبانيز. بحول الله باش نعملوها مشخشخة بالفاكهة. عملت كيلو بسكوي او بور مرحي اللي هو سيدة ولا ستار اللي عندكم، وقدهم بالضبط عملت نوازات. وحطيتهم في بول وزدت قدهم فارينة. ماذا بيكم الفارين دو جاتو تلقوه، على خاطر الفارين دو جاتو ديما أخف. ونلموها بالزبدة. مع الزبدة هذيك عملت البيغ دو نوازيت، معناها البيغ دو نوازيت ممكن راني عملت 3 مغارف كبار، ونذوب بالزبدة ونصفيها ونلم المكونات كلها. نخليكم تكملوا الوصفة، سهلة ما فيها شيء. وبالنسبة للليبانيز راهو الناس اللي يبيعوا فيها يبيعوا كيلو نوازيت عليهم 2 فارينة و2 بسكوي. بالنسبة لي عملت قد نوازيت قد الفارين قد البسكوي، وبعد تلموهم بالزبدة والبيغ دو نوازيت، تلموهم وبعد تطبعوهم تشكلوهم كيف الغريبة وتدخلوهم للفور. كيما تشوفوا إلا هنا كيفاش شكلتهم، كيف الغريبة بالضبط. نلم ونطبع من بعد لا يطيبوا في الفور. شوفوا كيفاش يجوني. باش نعمل لهم نذوب لهم الشوكولا نوار وشوكولا بلون، ونعملهم ونغطسهم ونلفهم في الفاكهة. اما انتوما تنجموا كيف الناس اللي يبيعوها راهم يشحروها، يعملوا شحور ومن بعد يغطسوها في الفاكهة. بالنسبه للشحور ما عملتش شحور خاطر ما نحبهاش تجيني حلوه برشا. عملت شوكولا نوار سون سكر والشوكولا بلون سون سكر زاده باش تجيني ناقصه سكر، على خاطر عندي في العائله شكون اللي ما ياكلش السكر. دونك جات خفيفه على الاخر وبنينه على الاخر. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وجربوها.